تذكرتوها، كم من الجرائم ارتكبت باسم هذا الشعب؟ وانا رئيس كم محكمة. من جرائم ارتكبت باسم هذا الشعب؟ شوف، وانا رئيس محكمة من عناصر القضاء استقلت وقلت ان القانون في مصر 84 كان في ناس كتير لسه في بطن امهم. قلت ايه بقى؟ القانون في مصر لا يطبق الا على الضعفاء الفقراء، الفساد قد استشرى. انا مع الشعب من زمان، ودي على كده انا كنت رئيس نادي شعبي، نادي الزمالك ده نادي شعبي، ده نص مصر، كنت رئيس نص مصر. وكنت لما اقول الكلام ده في التلفزيون، انا ليه ملف على فكره في امن دوله، مشاغب، مش عارفين يسيطر عليه، بندخله السجن بيطلع نفس الكلام. عايز اقول لك انا واحد من الشعب، انا متربي في رود الفرج وشبرا، حي شعبي. هل الشعب سيعطيك حقك؟ هل سينصفك هذا الشعب؟ هل سيضع اسمك في صندوق الاقتراع؟ بأمر الله مرتضى منصور هو رئيس مصر القادم بإذن الله. بأمر الله وبإرادة الشعب. سيبك من الفيسبوك، وطبعا مع احترامي الفيسبوك بتاع البوك والكلام ده كله، الاستفتاءات الوهمية. طب ما نمشي انا هم في الشارع. هل يعني اليوم انا احاور رئيس مصر المستقبلي؟ بأمر الله ان شاء الله. وهل سيقبل شعب مصر ان يكون له رئيس عصبي ينفعل، لا يحتمل الانتقاد، لا يحتمل الجدل، عفوا على التعبير بين هلالين، يشتم بسرعة؟ شوف، في فرق بين انك تنتقد وتهين. اللي يهين حذائي موجود، ده على مستوى الشخصي وعلى مستوى الدولة. اللي يهين بلدي او شعب بلدي في اي بلد في العالم، نعم. حتى لو كانت امريكا، انا ما عنديش هزار في الحاجات دي. وبعدين لما كان حسني مبارك الطيار الهادي اللي رتمه واقع ما كانش عاجب، لما جه مرتضى منصور يا ابو دم حامي، لا، شعب مصر عايز ابو دم حامي، ما تقلقش. بس هل فقط هو الحذاء كما قلت حاضر لمن سينتقد؟ الحذاء رمز. لا، مش بقول ينتقدني، لا، لمن ينتقد ما انا هو بدي اسالك، لمن ينتقد مصر او ايضا لمن سينتقد مرتضى منصور؟ ينتقد. بص يا بابا، شوف، انا راجل طرحت نفسي للعمل العام، انتقدني كما تشاء بس ما تهنيش، وما بيني وبينك الدستور والقانون. خلاص؟ بس انت بتهين الاخرين. لا، لما اقول يعني انت لما تهاجم الاخرين بتهاجمهم باهانه، لما تصفه بالمزور، بالسارق، بالقاتل، خلي بالك، هو انا قلت لك ودنك كبيره ولا مناخيرك كبيره؟ انا بقول لك انت حرامي وسرقت كذا، انا كاذب، روح اعمل عندي ضدي بلاغ، لانك حرامي فعلا مش قادر تعمل ضدي بلاغ. بس حضرة الرئيس المستقبل، يمكن ليلي عم نمزح، بكره تصير جد. مين قدي؟ لا، وليه فيها مسح دي؟ لا، الليلي عم نمزح. انت ضحكت يعني. عايز اقول لك حاجه، هو مع احترامي الشديد رئيس لبنان احسن مني في ايه؟ مع احترامي الشديد البرادعي ولا عمرو موسى ولا اي حد من النازلين احسن مني في، على الاقل عندي تاريخ مشرف. انا كنت راجل قاضي ورئيس محكمه ومحامي ناقض ليا اسمي، وعضو مجلس الشعب، عضو لجنه امن قومي كويس، وكنت رئيس نادي سياسي في الجامعه ورئيس جامعه صحافه في الجامعه. طب هم راجل ليا تاريخ. هني ما عندهم تاريخ مشرف؟ في تاريخ مشرف وفي تاريخ سياسي، يعني الاخ حمدين صباحي ده ليه تاريخ سياسي ما حدش يقدر ينكر. بس في ناس بقى راحت اسرائيل، وناس راحت امريكا، وناس قبضت، وناس عملت. مجدي، الفريق مجدي حتاته. مين راح اسرائيل؟ الفريق مجدي حتاته، ده راجل شخصيه محترمه. نعم. مين راح اسرائيل؟ لا، في ناس راحت اسرائيل. مين راح اسرائيل؟ ليه ما عم تسمي بالاسماء اليوم؟ لا، ليه؟ عشان فيها. لا مش هقول. ليه؟ مش هقول. هل خانتك الجرأة؟ لا 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 لا, لا مش هقول. هو عارف نفسه يا اخي، هو عارف نفسه، بس الشعب لازم يعرفه. لما تبقى في مناظره يمكن ما تصير هالمناظره، ونقعد احنا ال 15، يمكن ما يقبل. ليه ما يقبلش؟ ليه؟ يمكن ما يقبل يعمل مناظره معك. احسن مني في ايه؟ يمكن هو على الاقل ما عنديش تمويل من بره. شعارات من زار اسرائيل. لما يتعمل مناظره احنا مع بعض كده، من زار اسرائيل 15 هقول لايمن نور انت عملت ايه، وعمرو موسى انت ايه، والبرادعي ايه، كل واحد فيهم اقول له انت ايه، وجها لوجه. سؤالك الاولاني اتفضل. من زار اسرائيل؟ مش هقول. هو عارف نفسه والله. لاول مره ارى مرتضى منصور يا بيه انا يصيبه عفوا على التعبير الجبن. لا، انا عمري ما تقولش انا جبان، انا اشجع منك. انا قلت عفوا على التعبير. لا ما تقولش. لا تخاطبني. لا تملك انك تخاطبني. مش بقى واحد مرشح نفسه رئيس جمهوريه، لا، مواطن مصري تقول لي اني جبان. لا تملك، ولازم تعتذر دلوقتي. قلت عفوا لازم تعتذر. قلت عفوا على التعبير قبل ان اقول. الاعتذار شو لا تعتذر. لا، لازم تقول انا بعتذر انك وصفت. انا عمري ما كنت جبان. اثبت لي هذا.
لا ما تستفزنيش. لما تجيب ال 15 على الترابيزه واعمل مناظره ما راح يقعدوا ال 15 على الترابيزه. خلاص هم حرين. يعني انت عم تطلب شيء المستحيل ليه؟ لانه ما بدك تقول. ليه مش هيقعدوا 15؟ مش بيطرحين نفسهم للشعب وهتعمل مناظرات، وكل واحد عنده برنامج وكل واحد عنده تاريخ. في ناس تاريخه مشرف، واحد اسمه تاريخ اسود، وفي ناس بتقبض، وفي ناس امريكا جايباهم وناس قطر جايباهم. يعني شيء نقول في ناس، بس اصعب شيء نقول الاسماء. عشان بس نكمل، اعتذر انك قلت جبان. انا قلت عفوا على التعبير. عفوا دي مش اعتذار. عفوا شو الاتي عفوا؟ كل شويه نعمل مشكله. لك في اللغه العربيه شو يعني عفوا؟ لا بقول انا بعتذر لان مرتضى منصور مش جبان. اسف. ده انا مشكلتي ان انا اشجع الشجعان. ده انا مشكلتي ان انا قلبي ميت. ده انا مشكلتي ان حبسوني 5 مرات وضرب عليا رصاص 80 مره وما بخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى. اعتذر انك قلت عليا جبان عشان نكمل. بكلمه بجد. هيدا ابتزاز. لا مش ابتزاز برضه. اعتذر انك قلت ان انا مبتز. اذا كنت عايزني اكمل بجد. لا اوعى تفتكر انك انت هتوجه لي اهانه وهسكت. هيدي اهانه تعتبرها؟ لما واحد يقول لك عفوا، بتوصفني عفوا على التعبير. عفوا. شوف انت بتوصفني بالجبن. انا انتقي كلماتي بشكل انا مش جبان كثير جيد. انا قلت عفوا على التعبير. عفوا على التعبير انني اراك لاول مره. في فرق ان انا بقول لك هات ال 15 يقعدوا في مناظره واقول لكل واحد عشان احنا قدام مصر ما كلها. راح يجوا يقعدوا يعني ولا ممكن يعني اللي عم تطلبوا ولا ممكن. لا والله يحصل. ولا ممكن يقبلوا يبقى اللي ما يقبلش هو اللي جبان. اللي ما يقبلش هو اللي يبقى جبان. طبعا. اللي ما يقبلش هو اللي جبان. طبعا. انما اللي يقبل يجي عشان يقول لي برنامجه وتاريخه واقول له ماضيه الاسود ايه. هو وجها لوجه. مش بعد ما امشي وتذيع يعمل لك الاقي تسجيلات اصل بيقول لا تعالى وجه وش الوش كده زي ما بيقول. اعتذر يا استاذي عشان نكمل. كنا هنكمل الحلقه اللي مش هتخلص دي. ما قلت عفوا قبل ما لا عفوا لا انا لا انت قلت لي انت اعتذر. انا بعتذر على انك وصفتني بالجبن. اصل احنا ممكن نقعد 20 ساعه هنا. نقعد هيك؟ خلاص. والاعتذار مش عيب. بالظبط كده. هو الاعتذار مش عيب. الاعتراف بالحق فضيله. الاعتذار مش عيب. بالظبط كده. وانا عندما اخطا في حقك هعتذر لك. بدل ما تعتذر لي السنه اللي بعديها يعني على الهوا كده. هيدي قهرتك كثير انه كيف اعتذرت لطلعت السادات. انا هي مش مارقه معك. لا اصل طلعت السادات رح نعملها وحده بوحده. كما اعتذرت لطلعت السادات اعتذر منك. لا اصل لا تقارني بطلعت السادات. كمان اعتذر انك قارنتني بطلعت السادات. بالظبط كده. لا تقارني بطلعت السادات. فينا نبدا باول صورتين. هات اي صوره. يلا. الشعب يريد ان تسقط القناع. الشعب يريد أن تسقط القناع. أول صورتين عندنا ميدان التحرير وميدان مصطفى محمود. بدك تختار صورة من الصورتين لتسقط